السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اكتر حاجه لازم تكون عارفها الفتره دي هي انك في اهم فتره من السنه، اخر 3 شهور في ثانويه عامه. الثلاث شهور دول لو حد كان بيذاكر طول السنه وجات 3 شهور دول واهمل، كافلين بجد ان هم يضيعوا كل مجهوده. ونفس الثلاث شهور دول برضو لو حد كان مقصر خلال السنه كلها، حتى لو ما بداش وبدا مؤخر وعنده تراكمات وكل الكلام ده، وشد حيله بجد وذاكر صح في الثلاث شهور دول، كافلين والله ان هم يوصلوا له مستوى هو كان اصلا مستحيل يتخيل ان هو يوصل له. وبالمناسبه برضو دول اكتر 3 شهور هيعرفوك بجد مين فعلا اللي هيجيب ومين اللي مش هيجيب. وانا المقصد مش ان انت تقعد تقيم في اصحابك كده تقول ده هيجيب ومش هيجيب، لا، انا بتكلم تقييمك انت لنفسك، لان انت بجد ال3 شهور دول بعد شهر مثلا لو انت خلصت المنهج هتلاقي نفسك قاعد. انت لو بصيت لنفسك داخليا انت عارف مستواك ده هيوصلك لحد فين. من الاخر كده، وانا مش بتكلم على اللي مراكم والكلام ده، انا بتكلم واحد والله بيرتكب شويه اخطاء وبيعمل حاجات قد كده. فده بجد اللي بيفرقه من شخص لشخص. فكمل معايا الفيديو كده، هقول لك شويه حاجات. حماده اللي جاب 55% كان بيعملهم في ال3 شهور دول، وحماده برضو اللي جاب 95% كان بيعمل برضو الحاجات دي في ال3 شهور. وبس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاصحابك ويستفيدوا زيك ان شاء الله. بص يا عم، انا مش بكلمك في موضوع التوفيق وانك تجيب 95 و55، ولكن انا بديك مثال عشان تفهمش اكتر. في شويه اخطاء والله العظيم بجد مش عايز اقول لك المعظم بيعملها الفتره دي، في اللي حاسس ومكبر دماغه وفي اللي مش حاسس وبيقع فيها وبيلاقي في الاخر الاثنين محصلتهم زيرو في الاخر. فببساطه اول حاجه لازم تكون عارفها وتكون واخد بالك منها انك ما تعملش اخر 3 شهور زيهم زي اي شهور في ثانويه عامه، زيهم زي بدايه السنه. يعني هتعملهم ازاي؟ اول حاجه لازم تستغل وقتك صح جدا 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 في ال3 شهور دول. يعني بالله عليك ايه وانت قاعد دلوقتي، ما تعتبرش كده ان مجرد ده فيديو وانت بتضيع وقتك وداخل تستريح والكلام ده، استفيد بيه واكتب شويه الحاجات دول ورايا. اول حاجه انت دلوقتي مثلا والله انا بيضيع وقتي في السوشيال ميديا، امسح على السوشيال ميديا. طيب والله انا مثلا مش مظبط وقتي قوي وحاسس ان انا بلعب هنا كده وهناك، فبالله عليك لا، استغل ال3 شهور دول وانا اوعدك انهم هيفرقوا في مستواك حاجه كده ليفل وحش. فزي ما قلت لك اول حاجه ان انت تكون مستغل وقتك مذاكره كويس جدا جدا جدا. حتى لو انت نفس الموضوع برضو كنت بتذاكر قليل شويه والمذاكره القليله دي كانت بتوصلك ان انت تخلص المذاكره اللي عليك وتخلص كل حاجه عليك، حاول برضو تخلي المجهود بتاعك يتضاعف شويه. هتلاقي نفسك من غير ما المدرس يقول لك، حتى لو المدرس جايب كتابين وانت بتخلصهم انت عارف تجيب 3 وتحلهم، عارف تجيب 4 وتحلهم. طبعا انا بتكلم هنا المهم ان انت تزود محصلتك. حاجه تانية لازم تعملها برضو في ال3 شهور دول ان انت تكون بتراجع على القديم. بالله عليك المراجعه على القديم دي كنز، ومفروض ان انت ما تكونش سايب لي كده المنهج بتاع شهر 8 اللي انت خدته وتقول لي انا هسيبه لحد المراجعه. هتوصل لحد المراجعه تلاقي نفسك مش فاكر فيه ولا كلمه بجد، وهتعاني فيه. طب ايه ده؟ ايه الدعامه والحركه دي؟ ايه الفصل الاول فيزياء ده؟ ومش مجرد بقى ما تفتح الكتاب وتفتكره، لا مش هتفتكره، وهتقعد بقى تدور على شرح من اول وجديد وهتتمر تاني. فانت ليه من دلوقتي انت ال3 شهور دول استغل ان انت تراجع كل حاجه على القديم. يعني هتمسك والله هتحاول مثلا كل يوم ساعه يا عم طول ما انت فاضي. المهم بالله عليك ما تقعدش بقى تقفل دماغك كده، لا مش هراجع دلوقتي. نص ساعه مثلا للدعامه والحركه خلصته من الاخر كده، انا بخلصه قراءه بس بفتكر الى حد ما. هتلاقي نفسك لو رجعت عليها تاني بعد شهر شهر ونص شهرين خلاص بجد فاكرها وفاهم كل حاجه فيها. تاني حاجه مهمه بقى انك تكون لسه عندك تراكمات زي ما انت، وكل فتره تراكمات زي ما هي. يعني بالله عليك اقعد مع نفسك كده، انت دلوقتي هل التراكمات اللي عندك دي كانت عندك من شهر ولسه قاعده لحد عندك من شهر؟ تعرف ان انت ماشي غلط. ليه بقى؟ لان المفروض مش غلط عادي ان انت تراكم في واحد مثلا بيراكم عشان ظروف عشان ضغط عشان اي حاجه، المهم ان هو راكم. فدلوقتي يفضل قاعد طول السنه عنده نفس التراكمات؟ ما ده مش عقل. ما انت خلاص المفروض ان انت تستدرك اللي انت فيه. فانت دلوقتي والله عندك تراكمات، ببساطه تعمل ايه يا اسطى؟ اكتب كل التراكمات بتاعتك وانت قاعد دلوقتي، وقبل ما تقعد يا عم تراجع على القديم لا الاول انك تخلص التراكمات. خلص التراكمات ولكن ما تجيليش بعد شهر انا لسه تراكمات زي ما هي، بعد شهر تراكمات زي ما هي. تلاقي نفسك هتدخل الامتحانات بالتراكمات دي، وفكك من شغل بقى انا هدخل المراجعه النهائيه وهفرتك الدنيا والكلام زي شبه كده. والله هتدخل المراجعه النهائيه هتلاقي نفسك زي ما انت. فما تقعدش تاجل وتسوف بحجه ان نفسك يا عم بعدين بقى ان شاء الله بقى نظبط الدنيا. عندك تراكمات من دلوقتي الحقها وسهل ان هي تتلحق، ولكن قليل دايم خير من كثير منقطع، فخد منها كده كل يوم جزء صغير وخلاص. ثالث حاجه لازم تكون واخد بالك منها وكتير منكم بيع منها، انك بما انك في اخر السنه فانت مش عارف بقى تجيب كتب مراجعه نهائيه ولا تراجع على القديم ولا تمشي في الجديد. وطبعا اولى حاجه واكتر حاجه مهمه في اللي انا بقول لك عليه هو الجديد ده، لان في مشكله بجد ان اهم ابواب انت بتاخد فيها الفتره دي. فما تقوليش بقى ده انا محصلتي زيرو ده انا فاقد الشغف، والله هتوقع منك نص الامتحان. يعني انت حاليا مثلا اللي بيذاكر فيكم العضويه حاليا على تلت الامتحان واكتر من تلت الامتحان، فما تروحش تاثر لي في العضويه. اخر ابواب في كل المواد لازم تكون مهتم بيها ليفل الوحش. الدي ان ايه والار ان ايه في الاحياء لازم تكون غطاها مش هتعرف معظم طاقتك. يعني ما تقوليش بقى شغل ده انا هراكم وشغل ده مضغوط والكلام ده، بالله عليك الابواب دي ده معظم طاقتك زي ما قلت لك. العضويه نفس الكلام. الفيزياء هتلاقي الحديثه اللي هي برضه يعتبر عليها تلت الامتحان، فانت لو كروت الحاجات دي اوعدك يا حبيب قلبي انك كده هتكون ضيعت تلت الامتحان من ايدك. رابع حاجه بقى حماده اللي جاب 55% وجاب ضعبول جدا،
كلب يعملها. وبجد والله العظيم دي مشكله مش عايز اقول لك معظم بيقع فيها، الا وهي انه دلوقتي بيأجل كل حاجه للمراجعه النهائيه. بالله عليك ما تعملش كده، وبلاش نفسك تقعد تضحك عليك. انا هصحى الصبح هدشمل الدنيا، ادخل بس المراجعه النهائيه هتلاقوني جايب 6 كتب في كل ماده يا ولاد ومش حل الماده. والله ما هتعمل كده، بجد مش هتعمل كده، لان انت مش بتمهل لنفسك. موضوع انك تكون قاعد دلوقتي عندك نفس المشاكل وتكون فاكر ان فتره المراجعه هي دي الفتره السحريه اللي هتحقق لك احلامك، مش كده. طبعا انا بقول لك لو انت من دلوقتي مظبط نفسك في حاجات ومضغوط، ولكن ناوي تظبط المراجعه دي هتكون بجد مظبوطه معاك. ولكن تكون انت قاعد من دلوقتي مستني الساحر الشرير اللي هيجي يظبط لك حياتك هي المراجعه النهائيه، مش هتلاقي كده. ما تقعدش تقول لي انا هراجع مثلا على القديم، لا يا عم بقى سيبه للاخر. مراجعه نهائيه اللي نجيبها دلوقتي، لا يا عم استنى دلوقتي شويه. بالله عليك هتدخل مراجعه نهائيه هتلاقي نفسك بتحل كتاب واحد بالعافيه بالعافيه بجد، بيطلعوا الروح وكمان مش عارف تخلصه. خامس حاجه واخر حاجه لازم تكون بتعملها، انك تكون بتقيم نفسك الفتره دي، بتقيم نفسك في كل ماده. يعني انك تكون قاعد مع نفسك كده تشوف والله انا في كل ماده مستواي اللي فيها ده هيوصلني في حد فين فيها. يعني ببساطه كده، انت شفت مثلا النماذج الاسترشاديه بتاع الكيمياء نزل وسمعت ان هو كان تقيل، هل انت مستواك حاليا في الكيمياء يخليك مؤهل ان انت تعرف تحل النموذج الاسترشادي؟ وسيبك بقى من شغل الصعبانيات، ده صعب، ده هيسقطونا والكلام العبيط ده. في ناس استغلت النماذج وطلعت منها بافكار والكلام ده. وما تنساش طبعا تعمل اشتراك، هنزل لك فيديو عن النماذج الاسترشاديه طرش الطرش ان شاء الله، اقول لك بجد ازاي تعمل ايه فيه وتستغله صح ان شاء الله. هنزل لكم على بكره ولا بعد بكره بالكتير كده ان شاء الله، فاستنوا. فالمهم بقى ان انت تكون مقيم نفسك في كل ماده. يعني والله انت قعدت فانت عندك مثلا مشاكل في الكيمياء، بس لقيت ان امتحان الكيمياء النماذج الاسترشاديه صعبه مثلا، انت خلاص تقعد بقى انك 3 شهور دول تكون دايس على الكيمياء بالذات، انت عارف مشكلتك فين تدوس عليها، ما تفضلش بقى سايبها. استنى هنسيبها، ده انا عندي مشكله في الفيزياء، ماشي يا اسطى. عندي مشكله في العربي، ماشي يا اسطى. هتدخل الامتحان والله ما هتتحل، وهتدخل تلاقي نفسك طالع من الامتحان عملت شوبليكس كده من الدور العاشر على الارض على طول. فبالله عليك انت من دلوقتي عندك مشاكل في ماده، كلنا عندنا مشاكل في كل ماده وكل ماده مختلفه عادي والكلام ده، ولكن دوس على مشاكلك الفتره دي. يعني والله مثلا انا دوست في العربي لقيت نفسي واقع في النحو، حاسس ان انا مش مظبط نحو. ظبط نحو يا اسطى، يعني ظبط نحو، ما تقعدش بقى زي ما قلت لك تستنى كده تقعد تاجل وهظبطه والكلام ده. اي مشكله عندك من دلوقتي ظبطها، واوعدك بجد انك لو عملت الكام حاجه دول والله بجد هيفرقوا في مستواك جدا وربنا هيكرمك. وبس ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك الفيديوهات الجايه، وتابع الفيديو صاحبك عشان يستفيدوا زيك ان شاء الله. سلام.